جوه المتحف القومي ليزا سرقت الكأس الذهبي اللي ملوش تمن، لكن تمثال قطة الحظ عمل صوت فالحارس فهم إن الكنز اختفى وضرب الإنذار. ليزا وصلت للشارع بالعافية واتحاصرت من الشرطة، نطت على أتوبيس ورشت السواق بماستين فمشي بيها. رئيس الشرطة شافها وبدأ المطاردة وقفل مداخل النفق. فجأة جاك مسك جهاز كشف وصرخ فيهم يمسكوا جامد. الأتوبيس هز واختفى من قدام الشرطة وظهر على كوكب كله صحراء. الركاب اتخضوا وهاجموا جاك، فشرح لهم إن نقطة فضائية اتسعت وبقت بوابة دودية سحبت الأتوبيس. جسم الأتوبيس حماهم، لكن العجل غرق ومع قطعة مكسورة مش هيشتغل. السواق ما صدقش ودخل البوابة فبقى هيكل عظمي. رئيس الشرطة اتصل بقوة الأمم المتحدة. جاك وليزا اكتشفوا سفينة فضاء مكسورة وجهازها وضح إن آلاف من جراد النجوم جايين. جاك فهم إنه لازم يقفلوا البوابة قبل ما الجراد يوصل للأرض. جاك خطط ياخد جهاز مضاد الجاذبية من السفينة، قفلوا الشبكة الكهربائية وليزا نطت وجابت الجهاز. رجعوا بسرعة، ركبوا الجهاز وفكوا الكأس الذهبي واستخدموه كطاقة، وظهر أول أتوبيس طاير في العالم. جاك استخدم الليزر على موبايله وبعت إشارة للأرض. الدكتور كان جاهز يقفل البوابة، بس قوة المهام طلبت يقفلها فوراً خوفاً من الجراد. وفي وسط الجدل جاك دخل بالأتوبيس من البوابة و3 جرادات بس لحقوه. الدكتور قفل البوابة بسرعة والقوة الخاصة خلصت على ال3.